السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم شاهين. إن شاء الله يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله بغيت نشارك معكم بسكوي غولي أو سويس رول، واحد لاجينواز اللي ناجحة مليون في المئة، ما كتكسرش نهائيا وكتنجح من أول تجربة بالنسبة للمبتدئات، وغيكون واحد الحشوة إن شاء الله لذيذة بزاف. تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا جميع الأفكار أو لي زاستيس لنجاح هذا الكيك. نبداو على بركة الله بمقادير. كنحتاجو 4 بيضات، بالأحسن يكونوا كبار بحرارة المطبخ. نحتاجو أيضا 100 غرام من السكر سنيدة، أنا اللي كيبغي الحلاوة بزاف يوضع 120 غرام، أي كاس إلا ربع من السكر سنيدة عبارة بكاس العنبة. نحتاجو أيضا 4 ملاعق كبار من الحليب، المعلقة العادية يعني ملعقة الأكل. 4 ملاعق كبار من الزيت، هنا أنا كنضيف الزيت والحليب لهاد الجينواز، يعني كتكون غنية أكثر وبالتالي تكون لذيذة. نحتاجو كأس ممتلئ من الدقيق أو ما يعادل 120 غرام. هنا إلا كنا كنفضلوا الكيك بنكهة الشوكولا كنوضعوا تقريبا واحد 100 أو 90 غرام من الدقيق، والباقي شوكولات بودرة. نحتاجو كيس من سكر الفاني. نحتاجو أيضا خميرة الحلويات أو بيكنج باودر تقريبا 4 غرام، أي نصف كيس. هنا ممكن نستغناو عليها، ولكن هي كتخلي الكيك يجي هشيش أكثر. بالنسبة للطريقة، أنا هنا وضعت بيض البيض في واحد الإناء وضفت ليه القليل من الملح. بالنسبة للناس اللي كيفضلوا أنهم يوضعوا البيض كامل، يعني ما نفصلوش البيض عن الصفار، ممكن يضربوه، ولكن كيعطي تقريبا نفس النتيجة، مكاينش واحد الفرق كبير. ولكن اللي مهم هو أنهم يضربوا هذاك البيض مع الصفار والسكر سنيدة حتى يتضاعف الحجم ديالو تقريبا 4 مرات. أنا هنا كنفضل هاد الطريقة، وكيبقى يعني على حسب كل واحد شنو كيفضل. صافي كنضيف السكر سنيدة لهاد بياض البيض على مراحل، وانا كنضرب بالضراب الكهربائي طبعا، لانه الضرب اليدوي كياخذ لينا واحد المجهود كبير بزاف، لانه ضروري اننا ندربه حتى يتضاعف الحجم ديال هاد البيض تقريبا 4 مرات. كنضيف الصفار مباشرة لهاد البياض وانا كنضرب، يعني ما كنضربش الصفار بوحدو. من بعد كنضيف خميرة الحلويات او بيكنج باودر للدقيق، وكنضيف هاد الدقيق تقريبا على 3 مراحل ويكون منخول، يعني كنضيف دقيق وانا كنغربل. من بعد كنخلطوا هاد المكونات بالضراب اليدوي، يعني كيكون براتيك او عملي احسن من سباتيل. بعض المرات السباتيل كتخلي لنا واحد الكويرات ديال الدقيق. كنحاولوا اننا نخلطوا بالمهل، يعني ماشي بالطريقه اللي كنضربوا بها الكيك العادي. هنا انا سرعت الفيديو فقط، اما هو كنخلطوا بالمهل، وكنحاولوا اننا ندوروا هذاك الضراب اليدوي كما كتلاحظوا. صافي انا هنا ضفت الدقيق على 3 مراحل. من بعد كناخذوا الزيت ونضيفوه للحليب، نخلطوه واحد شويه، وكنضيفوه لهذا الخليط شويه بشويه. حنا كنخلطوا، ما كنبالغوش في هذاك الخلط، يعني باش ما يهبط ليناش هذا الخليط. كما لاحظتوا القوام ديالو كيكون كثيف وضاعف تقريبا 4 مرات. صافي كناخذوا واحد المول اللي فيه 28 سنتيمتر على 38 سنتيمتر، كنوضعوا فيه البابي د كويسون او ورق الضو، كنصبوا الخليط ديالنا. من بعد كنحاولوا اننا نبسطوه، يعني باش يكون واحد السطح اللي مستوي. من بعد كنرفعوا هذا المول هذا وكنضربوه مع سطح العمل واحد 3 مرات كما تلاحظوا في الفيديو، باش داك الهواء اللي فيه يخرج. كنكونوا سخنا الفرن، من بعد كنوضعوه على 150 او 170 درجه. كنوضعوا الكيك ديالنا، كياخذ لينا تقريبا 12 او 13 دقيقه على الاكثر. يعني السر الثاني وراء نجاح هذا الكيك هو اننا ما كنبالغوش في الضوء ديالو. الا زيدنا له يعني واخا 3 دقائق كتكون لينا واحد لاكروت او واحد القشره خارجيه، هي اللي كتخلي ان الكيك يتكسر وكينشف، وكتخلي الكيك يتكسر منين نبغيو نلويوه. كناخذوا واحد البابي د كويسون او فوطه او سيرفيت، كندردروا عليها السكر كلاصي او الشوكولاته بودره، هنا باش ما يلصق ليناش الكيك فقط. كنقلبوا هذاك الكيك، هذاك الجينواز، كنزولوا البابي د كويسون. من بعد كنحاولوا اننا نلويو هذا الكيك هذا، كما كتلاحظوا كيدور معنا بكل سهوله، ما كيتكسرش نهائيا. يعني عدم الافراط او المبالغه في الضوء هي السر اللي كتخلي هذا الكيك ينجح. كما لاحظتوا كنخليه واحد الثقب او واحد لو ترو تما، ما كنحاولوش اننا نضغطو باش ما يتكسر ليناش.
صافي كيدور كيتلوى بكل سهوله. كونوا متاكدين انه كل مره كتحضروا فيها هذا البسكوي هذا كينجح معكم. وكندوروه مع هاد البابي دو كويسون يعني باش ما يلصق هذاك الكيك. بعد كنوضعوه في واحد الفوطه عاديه ما كتكونش يعني فيها الماء، يعني ما كتكونش يميد، فوطه او سيرفيات ناشفه. صافي وكنخليو هاد الكيك ديالنا يرتاح، ممكن في الثلاجه او خارج الثلاجه. في هاد الوقت اللي يكون البسكوي يرتاح كنحضروا الكريمه. هنا كتبقى اختياريه، ممكن تاخذوا كريمه سائله، ممكن تاخذوا بودره شونتي، ممكن كريم باتيسير، يعني اي كريمه مفضله عندكم. نضيفوا ليها الشوكولاته بودره، او اللي كيبغي يفضل نكهه الكراميل يوضع فلون بنكهه الكراميل. صافي وكنضربوا هذيك الكريمه. دابا كنحضروا واحد الصلصه او صلصه كراميل اللي بزاف واقتصاديه وسهله. هنا خديت كأس من السكر، نصف كأس من الحليب، ملعقة من الزبدة، والقليل من المكسرات اللي كتبقى اختيارية، يعني لوز أو كاوكاو، يعني فول السوداني على حسب الذوق ديالكم. المهم كمية الحليب كتكون نصف كمية السكر. كنوضعوا السكر في واحد الكاسرول، واحد الإناء اللي من الأحسن يكون ثقيل، نوضعوها فوق نار مهيلة حتى كتذوب كتولي كراميل. من بعد كنضيفوا ليها ملعقة من الزبدة، كنخلطوا هذيك الزبدة حتى تذوب. من بعد نضيفوا المكسرات اللي كنكونوا حمرناهم قبل وقشرناهم، ويعني كيكون مهرمش اي مجروش خشن. كنضيفوه كنخلطوا. هنا انا كنسبق ليا واحد درت فيديو فيه 4 طرق لتحضير الكراميل، 4 طرق مختلفه. ممكن انكم تاخذوا يعني الوصفه اللي كتفضلوها، وصفات مغايره لهاد الوصفه اللي حضرت الان. من بعد كنضيفوا الحليب، وحنا كنخلطوا تقريبا كياخذ لينا دقيقتين فقط. ولكن يعني حذاري ملي كنصبوا الحليب كيكون خطر نوعا ما، كيقدر يطير. صافي كنخليوه تقريبا دقيقتين ونزولوه من فوق النار. كنخليو هاد الكراميل ترتاح شويه، يعني تبرد واحد شويه، ما كنخليوهاش حتى تعقد. كناخذوا الكيك ديالنا كما كتلاحظوا الكيك ما تكسرش نهائيا. كونوا متاكدين انه كل مره تحضروا فيها هاد البسكوي غولي ينجح معكم، ما كيتكسرش. المهم عدم المبالغه في الضوء. ونضربوا البيض حتى يضاعف الحجم ديالو 4 مرات، يعني هادو هما يعني اهم سرين لنجاح البسكوي غولي. صافي كنحلوا هاد البسكوي هذا. انا بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، يعني الا بغيتوا الكيك ديالكم كيجي المنظر ديالو احسن، كيجي غولي، كيجي شكل دائري، كنستعملوا كريمه الزبده او الكاناش، يعني كيكون احسن. انا هنا استعملت الكريمه العاديه، الكريمه السائله العاديه. يعني بزاف الناس ما كيفضلوش هذيك كريمه الزبده، كما لاحظتوا هنا ما تكسرش نهائيا. صافي كنسقيوه بهذيك الكراميل اللي حضرناها، يعني كتخليه هذا الكراميل يجي لذيذ بزاف، احسن من السيرو، ديك القرمشه ديال هاد المكسرات. من بعد كنحطوا الكريمه، كنحاولوا اننا نبسطوها بشكل عادي بواحد الطريقه عاديه. صافي من بعد كنحاولوا اننا نلويو هاد الكيك بمساعده هاد البابي دو كويسون او ورق الضو بالمهل، ما كيتكسرش، يعني نكونوا متاكدين. كنلويوه بالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو، يعني عاديه ما كتاخذش منكم شي مجهود او حذر، كيتلوى بكل سهوله. صافي كنلويوه في هاد البابي دو كويسون او ورق الضو. من بعد نغلفوه ببلاستيك غذائي او فيلم اليمونتير ونوضعوه في الثلاجه. ضروري اننا نوضعوه في الثلاجه باش هاد الكريمه هذه تجمد مزيان وتشد باش يبقى الشكل ديالو دائري. صافي كنخرجوه من بعد كنوضعوه في صحن التقديم، كنزينوه بالكريمه او الشوكولات، كيبقى على حسب الذوق ديالكم، او ممكن تكتفيو انكم دردروا السكر كلاصي. ممكن هاد البسكوي هذا نحشيوه بالمربى كيجي لذيذ بزاف. صافي كنزينوه خطوط. الا ما كانش عندكم هاد الاداه هذه ممكن توضعوا خطوط بفورشيت، يعني كتعطي نفس النتيجه. من بعد كناخذ هذيك الكراميل، انا دفيتها شويه لانها كانت عقدات، كنزينو بواحد الطريقه عشوائيه
كيجي المنظر الصراحه زوين، وكيبقى تزيين على حسب الذوق ديال كل انسان. من بعد كنوضعوا الكيك ديالنا في الثلاجه باش الكريمه يعني تشد في راسها، تجمد مزيان. كما لاحظتوا هذا هو الكيك ديالنا، كنقطعوه كيجي المنظر ديالو رائع والمذاق ولا ألد. كونوا متاكدين انكم الا جربتوه ان شاء الله الكيك ينجح معكم ما يتكسرش نهائيا. واكيد هاد الكراميل هذه كتزيدوا لذه. نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. الا عجبتكم القناه ما تنساونيش بالاشتراك ديالكم واللايكات والتعاليق طبعا اللي كلها كتشجعني. بارطاجوا مع الاصدقاء، فعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. الى فيديو قادم ان شاء الله، خليتكم على خير.